كل شوية بكتشف إن الناس فاهمة الندرة والوفرة لكن مش قادرة تطبقها. لما بتحصل المشكلة ما بتلاقيش إن أنت قادرة تقعدي مع نفسك وتطبقي. أنا عندي كذا إيفنت في نفس اليوم والريسورسز بتاعتي قليلة، عدد كاميراتي قليل، الناس اللي بتشتغل معايا قليلة، أعمل إيه؟ الناس لما بتقع في مشكلة ساعتها بتنسى الوفرة وتفكر في الندرة. تفكيرها كله بيروح في حل المشكلة. فأنا عندي مشكلة فلوس، أنا هروح استلف من المحل. تفكير إن مفيش حل غير الحل ده، مش شايف غير الحل ده. فلما بيحصل لك موقف محتاج تقعد وتشوف لو انت معاك ناس او معاك كتير وتقعدوا تفكروا في حلول، حل واثنين وثلاثة ولغاية لما توصل ل7 حلول. من هنا هتيجي الوفرة. فالوفرة ان انت تفكر في مواردك ومصادرك وحلولك بشكل في وفرة عشان يحصل لك الوفرة. لان كل مشكلة بتحصل لك هي مش موجودة علشان ان انت تحلها، المشكلة والحدث اللي بيحصل لك عشان تنقلك نقلة اعلى. فلو انت رحت ان انت كل شوية كل ما تجيلي مشكلة في البيزنس بحلها، انت هتقعد مغروز في المشاكل. لكن لو شفت المشكلة بمنظور اخر وان هي نقلة هتطلع بيه لمرحلة تانية، ساعتها مش هتنغرز في المشاكل هتقل لك وهيحصل لك الوفرة.